ستخضع 6 ملاعب مغربية لعملية الإصلاح والصيانة وفقا لملاحظات اللجنة المختلطة التي زارت الملاعب المغربية في إطار جولتها لجل الدول المرشحة لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم كان 2025. وفي هذا الصدد أوضح عبد اللطيف الناصري نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له تدبير اللجنة الثقافية والرياضية أن المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية سيخضع لعملية صيانة جديدة وفقا للملاحظات الفنية. وأكد الناصري أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والرياضية سيشرفان على هذه العملية في أجل أقصاه 18 شهرا، إذ من المفروض أن تنتهي عملية التأهيل الجديدة في أواخر يناير من سنة 2025. وحسب المسؤول نفسه فإن عملية تأهيل مجموعة من الملاعب المغربية، ويتعلق الأمر بكل من ملعب فاس الكبير وملعب طنجة وأكادير والرباط ومراكش، إضافة إلى مركب محمد الخامس حتى تطابق المعايير الدولية للفيفا والكاف. ولم ينفي عبد اللطيف الناصري إمكانية إغلاق الملاعب المذكورة خلال فترة الإصلاحات التي سيحدد تاريخها في أقرب الأجال بما في ذلك ملعب دونور.